الاهلي اعلن ان اسامه ابو علي مش مكمل مع الفريق، واللاعب بنسبه كبيره قريب من الخروج للاحتراف في الدوري الامريكي. وسام وصل له عرض من نادي كولومبوس كرو الامريكي ب7.5 مليون دولار، مع 1.5 مليون اضافات و15% من نسبه اعاده البيع، والراتب هيكون 4.8 مليون للاعب وسام. العرض ده من المتوقع ان يوافق عليه النادي الاهلي لانه قريب جدا من متطلبات النادي. وثانيا مشاكل وسام اللي زادت الفتره الاخيره بعدم حضوره لكل شيء يخص النادي الاهلي والغرامات اللي توقعت عليه. الاهلي يفتقد مهاجم شامل ما جاش من زمن طويل، ما كانت تهديف كبيره وما كان الضغط مش بتهدى وتسجيل من الكرات الثابته، لكن خلاص ده واقع والاهلي محتاج دلوقتي يفكر هيعمل ايه بعد وسام. الاهلي دلوقتي قصاد واقع بيقول ان جراديشار هيكون المهاجم الاساسي للفريق، وهنا الفريق لازم يتاقلم على خصائص جراديشار، لانه مهاجم بينزل بين الخطوط عشان يربطها ببعضها ويطور اللعب، وده يخلي اللي حواليه يظهر اكتر منه عكس اسامه ابو علي. بالتالي الاهلي يحتاج اجنحه بتعرف تسجل اهداف كتير، اجنحه تمركزها في الداخل ومعدل لمستها للكرات قليل، اجنحه تقدر تستغل المساحه اللي يفضيها جراديشار وتكون بتعرف تجيب اجوان. ممكن زيزو وتريزيجيه يستفيدوا من النظام الجديد للنادي الاهلي، واكيد امام عاشور لما نرجع من الاصابه هيكون له بصمه كبيره. اكيد كل جمهور النادي الاهلي كان نفسه ان وسام يكمل مع النادي، لانه مهاجم مش سهل تلاقي زيه تاني، ولكن دي الكوره كل لاعب بيدور على مصلحته وده حقه اكيد. بس هتفضل امثال علي معلول استثناء وصعب تشوف منها كتير في كره القدم.